اه انت قاعدالي في التكييف ولا حاسه بحاجه، وعمال اخبط ولا حد بيفتح ولا حد داري بحاجه. ايه انت جاي عايز تتخانق وخلاص؟ انت مشغله التكييف من امبارح؟ طب ما نعمل ايه يا عمرو؟ الجو حر. 24 ما انا ساعة؟ بجد في العيال بتقعد تعيط. يا بنتي انت قلتي التكييف هنشغله لما نيجي ننام، اما نصحى بقى يتقفل. يعني لما نصحى الظهر يعني نقفله؟ الجو بيبقى نار، ده احنا قاعدين في التكييف وحرانين. اشحن في الشهر كام مره يا بنتي؟ اشحن انا كام مره؟ ما هو بقى شهرين في الصيف هنعمل شهرين في ايه؟ الصيف؟ امال انت كنت جايب التكييف ليه؟ يشتغل 24 ساعه؟ ده حرام يعني، ده المفروض يعني ده جهاز يرتاح شويه. يعني انت يا عمرو عايزه نقعد في الحر؟ يا ستي ما احنا جايين من الحر اهو. طيب يعني انت عشان جاي من الحر احنا كمان نقعد في الحر؟ اما شوفي الكارت، شوفي الكارت يا مفترية. ايه ده؟ 12 جنيه وشريحة رابعة؟ حرام عليك اتقي الله. شريحة رابعة، شريحة رابعة يا مفترية. طب يا عمرو نعمل ايه طيب؟ ما هما اللي لسه شاحن من 3 ايام يا بنتي ب 200 جنيه. طيب ما هو هنعمل ايه؟ يبقى 12 جنيه وشريحة رابعة؟ ليه مصنع؟ مصنع ولسه؟ ما هو بيدخلك في شريحة رابعة كده على طول. لا مش على هو طول. بيقسمها كده في اخر الشهر لازم يطلعنا شريحة عالية حتى لو ما استخدمناش. لما اشحن ب 200 جنيه يقعد 3 ايام بس؟ يعني هو عشان التكييف يعني نقعد في الحر يعني؟ امال عشان ايه؟ يعني نقعد في الحر يا عم انا والعيال ما بتستحملش. التكييف يشتغل لما نيجي ننام بس. ازاي يعني؟ ولما بالنهار؟ شغالي مروحه. بالنهار ما بنقدرش، ده الجو حر نار اليومين دول. ساعة. ده لسه شهر 8 كله يا بنتي ساعة ساعتين واقفليه. انما انا صاحي من الساعة 6 جاي لك الساعة 7 المغرب التكييف شغال. ايه ده؟ ده احنا حرانين كمان. طبعا، ولا في ترويق. جهزت لي اكل ولا هجهز لك اهو على طول. لسه هتجهزي؟ ما انت قاعده في التكييف ولا حاسه بحاجه. انت يا عمرو جاي عايز تتخانق وخلاص. يعني ايه قاعده في التكييف؟ قاعده في التكييف. طب هنعمل ايه طيب؟ اتقي الله. برضه اتقي الله؟ ما هي الناس كلها مشغله التكييفات يا ابني، اشمعنى احنا؟ شويه وشويه، احنا مش مصنع. هو برضه مش مصنع. 24 ساعه نقعد في الحر بقى. يعني نقعد في الحر. ما هم يعني هنعمل ايه؟ ما هي الناس كلها كده، يعني هنعمل ايه احنا؟ ليه؟ لا الناس كلها مش كده، الناس بتشغل شويه وشويه. ده جهاز يا بنت، ده البني ادم بيهنج من الحر. الجهاز ده برضه تريحيه شويه. امال هم عملوه ليه؟ عشان يشتغل على طول؟ هم عملوه ليه يعني؟ انا والله ما عارف. هم عملوه عشان يشتغل في الحر مش عشان نريحه في الحر. يا بنتي ده هو نفسه هيتعب من الحر. طب خلاص يا عم، خلاص يا عم، انت جاي عايز تتخانق وخلاص. انت جاي بقى حران ومتضايق عايز تتخانق معانا وخلاص. 12 جنيه من 200 جنيه من 3 ايام. قومي اعملي اكل. قومي هقفل امه. برضه هتقفله؟ يعني انت هتقفله علينا واحنا قاعدين؟ كفايه. قومي انت لسه هتقعدي؟ قومي اعملي اكل. طب ما تقفلوش يا عم دلوقتي. قومي اعملي حاجه يا طب لما الدنيا تليل. انا بعمل حاجات لما الدنيا تليل عشان الحر. وانت عايزه بعد الساعه 7 ايه يعني؟ طيب لازم بعد المغرب 8 ونص كده 9 تدقي. خلاص يا عمرو هقوم. قلت لك مليون مره الحته اللي قاعده فيها ولعي نور زي ما انت عايزه، سايبه نور البلكونه مولع عليه. انا ما دخلتش البلكونه النهارده انا وانا طالع شايفه والع. ده تلاقيني امبارح من وانا بنشر. من امبارح برضه سايبه نور البلكونه؟ ما انا نسيته معلش. يا بنتي بيت المهمل بيتخرب قبل بيت الظالم يا بنتي. انت هتقول المهمل والظالم ليه؟ مش مستاهله. والمطبخ والحمام والعيل ليه؟ ده تلاقي العيال. العيال؟ ما انت قاعده في التكييف بتهوي. خلاص يا عم خلاص. خلاص؟ خلاص ماشي يلا قومي اعملي لي الاكل. قومي يا اختي قومي. هي واحده كفايه. ايه الدنيا كده ضلمه، عينينا بتوجعنا. طب اهو. ايه ده؟